في الفيديو اللي فات عرفنا ايه اهمية اللايت في المشهد بتاعي، عرفنا ايه هي انواع اللايت، عرفنا يعني ايه global illumination، عرفنا يعني ايه ambient occlusion. فلو انت مشفتش الفيديو اللي فات وقف دلوقتي ارجع شوفه وبعدين تعالى عشان هنطبق على الحاجات اللي احنا اخدناها. اول حاجة هنا اللي احنا شايفينه ده شايفينه باللايت المبدئي او بالديفولت لايت. فلو جيت عملت ريندر هلاقي يعني الكواليتي مش احسن حاجة او تكاد تكون سيئة جدا لان انا ما عنديش لايت. هنحاول نعمل المشهد ده بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى هنحاول إن احنا نستخدم الفيزيكال سكاي كأنه مشهد خارجي أو هو مشهد خارجي بس كأنه مشهد بالنهار يعني. ممكن أجي أنزل فيزيكال سكاي، ممكن أخليها مثلا في الوقت ده تقريبا مثلا يعني وقت الغروب شوية. بعد كل مرحلة هضغط ريندر عشان نشوف احنا كنا أول كواليتي طلعت كانت عاملة ازاي، وكل ما بنحسن النتيجة بتبقى عاملة ازاي. فهدوس ريندر الاقي ان ده الشكل اللي احنا وصلنا، يعني لسه محتاج تحسين كتير قوي. طيب لو جينا على الريندر سيتنجز مش هنلاقي لا الامبيانت اكلوجن شغال ولا الجلوبال illumination شغالين. ممكن ابتدي انزل الامبيانت اكلوجن. تعالوا نشوف بعد ما نزلت الامبيانت اكلوجن شكل الريندر بعمل ازاي. اختلف شويه، بصوا الفرق ما بين الاتنين. ابتدت الشادوز بسبب السلالم دي تظهر عندي. طيب تعالوا بقى نشوف لو شغلنا الجلوبال illumination. ممكن نيجي نشغل الجلوبال illumination. ممكن اخلي البرايمري ميثود radiance cache legacy، ممكن اخلي التانية light mapping، ممكن اعلي ده او اخلي السامبلز. كل دي بتخلي الكواليتي بتاعت الريندر احسن. طبعا كل ما بخلي الكواليتي احسن اتفقنا ان التايم بتاع الريندر بيزيد شوية عن اللي قبل. بصوا المشهد الريندر اللي فات خد ثانيتين، بصوا اتنقل من ثانيتين ل 12 ثانية، يعني الريندر خد 10 ثواني زيادة. بس خلي بالكم بصوا الفرق في الكواليتي ده بسبب ان الجلوبال illumination اشتغل. واتفقنا الجلوبال illumination هو الاندايركت لايت، يعني اللايت لما جه خبط هنا بعدين نزل خبط الارض بعدين جه خبط مثلا، فهنا الشادوز بقت اقل من ما كانت الجلوبال illumination مش شغال، فالكواليتي اتحسنت. ده احنا نشوف احنا كنا هنا مفيش لايت خالص، بعدين فيزيكال سكاي من غير ambient occlusion من غير جلوبال illumination، بعدين شغلت الجلوبال illumination، بعدين اخر حاجة لما شغلت قصدي هنا شغلت الامبيانت occlusion وهنا شغلت الجلوبال illumination. طيب ايه اللي هيحصل لو انا جيت غيرت في شكل الفيزيكال سكاي؟ ممكن اجي في الفيزيكال سكاي هنا ممكن اغير في التايم. بصوا لو اخرت الوقت شوية جيت عملت ريندر، ملاحظين ان انا لسه لحد دلوقتي ما حطيتش ماتيريال خالص. ورغم ان انا ما حطيتش ماتيريال الا ان اللايت لوحده قادر ان هو يخلي لي المشهد شكله حلو. ده لما غيرت السيناريو بتاع الفيزيكال سكاي فغير لي في شكل المشهد اللي قدام. تاني بصوا كل ما بظبط حاجة كل ما الكواليتي بتروح في حتة تانية. ده بالنسبة لو انا استخدمت فيزيكال سكاي. طب ما تيجوا نشوف الطريقة التانية، ان لو استخدمت الجلوبال illumination مع ال HDRI. ممكن اجي اشيل الفيزيكال سكاي، هعمل ريندر عشان نشوف البيز بتاعنا. طبعا مفيش حاجة هتبان عشان ما عنديش لايت. طيب هنزل سكاي بعدين هنزل ماتيريال في HDRI هنا، والصورة عبارة عن مشهد ليلي بالشكل ده. لو جيت طبعا الصورة دي احنا اتفقنا جايبها من على موقع بتاع بولي هيفن. عملت ابلاي للماتيريال على السكاي اتأكد ان الامبيانت occlusion والجلوبال illumination شغالين، واجي اعمل ريندر. ده شكل الريندر. الاحظ دلوقتي ان ال HDRI بانت في الانفايرومنت اللي بره عندي. طب انا لو مش عايز الانفايرومنت دي تبان عندي في المشهد، هاجي اقف على السكاي هنا وهاجي في تاجز، هاجي على ريندر تاجز هلاقي كومبوزيتنج تاج. التاجز دي عامه بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى زي تولز كده بتساعدني في المشهد او في اي حاجه اللي انا اعملها، مش مرتبطه باللايت، هي مرتبطه بالبرنامج. اي
اي بروجكت هشتغل عليه بيبقى فيه تاجز، كل تاجز بتبقى مرتبطه بحاجه معينه. فالتاج ده بيبقى مرتبط بالريندر. لو انا جيت شلت علامه السين باي كاميرا هلاقي حتى الانفايرمنت هنا ما بقتش موجوده، هي ما بقتش موجوده في الفيو بورد ومش هتبقى موجوده في الريندر، بس تاثير اللايت بتاعها هيبقى موجود. فلو جيت عملت بقى ريندر تاني هلاقي ان تاثير اللايت دلوقتي موجود بتاع ال HDRI، بس ال HDRI نفسها من ورا ما بقتش موجوده. فانا لو اقدر دلوقتي اعمل ريندر لده او للصوره دي از PNG، ممكن احط في الاسود ده، هو مش اسود هو شفاف، اقدر احط اي صوره سما مثلا او احط تكست، اقدر احط حاجات كتير. طيب لو جيت دلوقتي غيرت الروتيشن بتاع الكاميرا او الروتيشن اقصد بتاع السكاي، يعني ممكن اجي اعمل روتيشن كده شويه، انا ممكن اجي اشغل حاجه اسمها انتراكتيف ريندر ريجن، دي بتخلي لي اقدر اشوف الريندر في الفيو بورت هنا، ولو كل ما اعمل ابديت هشوفه هنا على طول. هلاقي سهم صغير كده، السهم الصغير ده كل ما هقلله او هنزله لتحت كل ما هيقلل لي في الكواليتي عشان لو انا عايزه يرندر اسرع، وكل ما هزوده لفوق كده كل ما الكواليتي هنا هتبقى اعلى. مش هخليه فوق قوي عشان اقدر اشوف الابديتس اسرع، فكل ما هعمل روتيشن كده HDRI هلاقي ان شكل اللايت هنا بيختلف. ده معناه ان انا كاني السورس بتاع اللايت في الانفايرمنت مكانه بيختلف، فبيأثر على المشهد اللي انا شايفه، فممكن افضل اغير فيه كده لحد ما اوصل لنتيجة تبقى عجباني يعني. طيب انا ممكن على فكرة اميكس ما بين اكتر من طريقة، يعني ممكن استخدم ده as a baseline كده لللايت، وممكن استخدم اريا لايت زي ما اتفقنا. ممكن اجي هنا اجيب PBR لايت مثلا. طيب ممكن اوقف دي كده لحظة واخرج برا الكاميرا، هلاقي اللايت طبيعي بينزل في السنتر. اجيب اللايت هنا، انا عايز اللايت ده يبقى كأنه خابط في التمثال من ورا، ممكن اعمل له روتيشن بالشكل ده كده، ممكن اكبر حجمه كده، يعني بالشكل ده. طيب انا لو مش عايز لو انا جيت عملت ريندر اللايت ده هيبان معايا، يعني لو جيت عملت ريندر كده هلاقي ان اللايت ده هيظهر معايا. انا مش عايز اللايت ده يظهر كده، هاجي في السيتنجز جنرال او ديتيلز، هلاقي فيه شو ان ريندر. لو شلت العلامة دي فهشوف بس تأثير اللايت، بس اللايت نفسه مش هشوفه في الريندر. ممكن اكبر ده كده، وممكن اعلي مثلا الانتنسيتي بتاعت اللايت. بس لو انا دلوقتي عايز اللايت ده يخبط في التمثال بس مش عايزه يأثر في اي حاجة تاني، ممكن اعمل ده ازاي؟ ممكن اجي اقف على اللايت، هلاقي بروجكت هنا هلاقي فيه مود اسمه اكسكلود ومود اسمه انكلود. الفرق ما بين الاتنين ان انا اكسكلود لو انا حطيت اي اوبجكت هنا فاللايت هيأثر على كل الاوبجكتس اللي موجودة ما عدا الاوبجكت اللي انا حطيته هنا. ولو خليت المود ده انكلود فده معناه، بصوا انا لما خليتها انكلود معناه ان اللايت ما اثرش في اي حاجه، مش هيأثر غير في الاوبجكت او في المودلز اللي انا هحطها له هنا. فلو انا عايزه يأثر بقى على التمثال بس، ممكن اجي هنا في سين اجيب ده الموديل بتاعي هسحبه احطه هنا، هلاقي ان اللايت اثر على التمثال بالشكل ده بس ما اثرش على اي حاجه حواليه. لو جيت بصيت هنا، طب تعالوا نعمل ريندر، بصوا اللايت هنا، لسعة اللايت هنا عاملة ازاي. ده بيبقى اسمه الباك لايت او الريم لايت. بصوا كان ده كده، بعدين لما غيرت في شكل او غيرت في اتجاه ال HDRI فخلت اللايت بالشكل ده. طب تعالوا نقفل دلوقتي ال HDRI ونشوف بس اللايت لوحده عامل ازاي. لو انا جيت قفلت HDRI بدوس Alt ودبل كليك فبيخفيه في الفيو بورت وبيخفيه في الريندر. بعدين اجي اعمل ريندر، ده كده شكل الريم لايت لوحده. طبعا في نويز كده شويه بسبب الكواليتي بتاعت الريندر بس محتاجه تتحسن شويه. بس لو جيت شغلت ال HDRI تاني، تعالوا نعمل ريندر، ده كده من غير ال HDRI بالريم لايت بس، وده ال HDRI بالريم لايت. ممكن حتى الريم لايت ده ممكن اغير لونه، ممكن اجي هنا جنرال
ممكن اغير لونه بالتمبريتشر، ممكن اقلل التمبريتشر بتاعته بحيث ان هو يبقى ورم، حاجه كده زي المعابد الفرعونيه. الاقي الريندر عندي بالشكل ده. منساش وباكد عليكم تاني ان المشهد ده مفهوش اي ماتيريال، ده باللايت بس. وده بيؤكد معلومه ان فعلا اللايت مهم جدا جدا، وده المايسترو اللي تقريبا بيقول لي السين ده هيبقى شكله حلو او هيبقى شكله عادي، مش عايز اقول وحش بس هيبقى شكله عادي. طبعا في احتماليات كتير جدا، ممكن ارتب اللايت بتاعي بطرق كتير قوي، ممكن احكي حواديت باللايت لوحده. هسيب لكم الفايل ده في الديسكريبشن بتاع الفيديو، جربوا بايديكم، ولو حابين تبعتولي ابعتولي اقول لكم رايي في الحاجات اللي انتوا عملتوها. وبس كده، ده كده كان كلامنا عن اللايت، اتكلمنا عن الكونسبت في الفيديو الاولاني وعملنا تطبيق سريع. مستني اشوف الحاجات اللي انتوا هتعملوها.